يقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويخاطب رب العالمين رسوله بالقول: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. العدو يسعى بممارسة القوة والخداع أن يوهن من إرادتكم، فاحذروا من ضعف إرادتكم. ثانيا، العدو يحاول بث اليأس من تحقيق أهدافكم، بينما الوعد الإلهي يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فثقوا ثقة تامة لا يعتريها تردد بوعد الله المؤكد، حيث يقول عز من قائل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثالثا، العدو يسوغ إليكم قواه الأمنية المجهزة كي يبعث الرعب والفوضى بين الناس. لا تهابوهم، أنتم أقوى من هؤلاء المأجورين. أنتم الآن في مرحلة تشبه المرحلة التي خاطب فيها الله سبحانه رسوله، حيث قال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. أنتم تستطيعون بالاتكال على الله والاعتماد على الشباب الغيور أن تتفوقوا على كل عبث وفوضى وإرهاب. رابعا، إن سلاح الشعوب المهم في مواجهة قوى الطغيان والحكام العملاء هو الاتحاد والانسجام. خامسا، لا تثقوا بما يلعبه الغرب وأمريكا من دور وما يقومون به من مناورات سياسية في نهضتكم. هؤلاء كانوا قبل أيام يدعمون النظام الفاسد، وهم اليوم بعد أن يئسوا من الاحتفاظ به راحوا يعزفون على نغمة حق الشعوب. يقول